صاحب المكان اللي ورايا دوت بيقول ان هو اتعرض عليه اكتر من 5 مليون جنيه عشان يديهم سر الصوص الفشيخ اللي هو بيحطه على البرجر وما رضيش يديه لهم. فانا النهارده جاي اجرب معاكم مايسترو برجر علشان نشوف هل فعلا البرجر بتاعه مستاهل الزيطه اللي هو عاملها لنا دي كلها ولا يطلع عادي وخلاص. اول ساندوتش هنبتدي بيه هو المشروم برجر، وده انا كنت قاصد بصراحه اجيبه علشان كنت جوايا عايز اشوفهم المشروم اللي بيشتغلوا بيه عامل ازاي. بص، هو مشروم اللي شغالين بيه فريش، ما طلعش علب ولا حاجه، والبرجر نفسه حلو بس هو بالنسبه لي عادي جدا. يعني انا بصراحه كنت متخيل هتبقى بكواليتي اعلى من كده شويه، في اماكن وفي عربيات بتعمل برجر احلى من كده بكتير، بس هو شغال وماشي حلو. ايه، نفصل بشويه تروبيكال فرايز كده. وباي ذا واي التروبيكال صوص اللي محطوط عليها دوت اللي هو اتعرض عليهم فيه 5 مليون جنيه وما رضيوش. حلو التروبيكال صوص، فرايز حلوه قريبه شويه من بتاعت ماك. التروبيكال صوص طلع حلو بصراحه، ثمنه فيه ما شاء الله. ممكن عشان هو تروبيكال ففيه سنه سويتنس كده شويه، في نفس الوقت سموكي برده، فهو اكيد لما بيتحط على البرجر بيخلي طعمه احلى. اما ساندوتش ده فده الرينجو برجر، وده بيبقى ساندوتش فيه برجر عليه صوص جبنه وبيف بيكن واونيون رينجز من فوق، وطبعا عليه صوص الرينجو اللي هو عامل شقلباظات في قلب المكان. ده تاني افشخ صوص بعد التروبيكال صوص. بصوا، هو ان جنرال بصراحه الساندوتش حلو، البيف بيكون طعمه حلو والتيست بتاعه حلو لان هو تقريبا بيف بيكون اوريجينال مش صناعي يعني او حاجه كده. الاونيون رينجز كمان اللي على الساندوتش حلو قوي، ولكن برضو نفس التعليق، البرجر نفسه كنت بصراحه متخيل انه هيبقى احلى من كده. يعني انا جاي من القاهره بهاي اكسبكتيشنز ان انا هجرب تجربه بقى، بص تجربه العمر، هحكي لاصحابي كلها على مايسترو برجر اللي انا اكلته في اسكندريه. انتوا كمان لو جربتوه ما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم عن المكان، واستنوا في الفيديوهات اللي جايه اماكن حلوه ثانيه كتير.